هنعمل مع بعض النهاردة صينية الرقاق اللي غرقانة سمنة وطعمها كان تحفة مع الفراخ المحشية بالفريك والرز المفلفل، رز بالشعرية وملوخية خضراء اللي كلنا بنحبها، واكيد يعني مفيش اختلاف على الملوخية الخضراء. واكلة وسفرة تفتح النفس وهتشرفك في العزومات. تابع معايا الفيديو خطوة بخطوة عشان اقول لكم على كل التريكات والحركات اللي تخلي الاكل بتاعكم يطلع مظبوط وزي القمر ويشرفكم في اي عزومة. هي دي عزومة البيت المصري كاملة متكاملة من كله، الرقاق مع الفراخ المتحمرة والرز بالشعرية والملوخية. وهعمل معاكم بتنجان مخلل بتركات امي الله يرحمها، حاجة كانت في منتهى الجمال. وعملت شوربة بلسان العصفور وسلطة الطحينة. عايزة اقول لكم ان اهم من الشغل تظبيط الشغل. الموضوع يبان بسيط بس هي معركة، بس طالما انت بتعملي حاجة بتحبيها لازم تطلع بالشكل ده. واول حاجة لازم نعملها في حياتنا ان احنا قبل اي حاجة بنسمي بسم الله عشان ربنا يبارك. انا جبت نص كيلو من البتنجان علشان املحه وغسلته غسلة معتبرة وهصفيه بالشكل ده. وبدأت بالبتنجان المخلل علشان عقبال ما الاكل يخلص يكون هو اتملح واخد راحته في التمليح ويطلع في منتهى الجمال ساعة التقديم. وجبت حلة على النار حطيت فيها مية وهسلق البتنجان. وطبعا ملحوظة مهمة ان انا ما حطيتش ملح، وسبت طبعا القمع بتاعه زي ما انتوا شايفين، لان القمع ده هيحافظ على البتنجان لما اجي افتحه هلاقيه ابيض من جوه. اهو بعد ما اتسلق هو يا دوبك اخد حوالي 15 دقيقة. وانا ما بحبش طريقة القلي لانه بيبقى تقيل جدا على المعدة، ده زائد ان في وقت التمليح يعني ممكن ما يقعدش اسبوع في التلاجة، ممكن يقعد يومين 3 ويبوظ. شايفين قلبه ابيض ازاي زي الفل. وعايزة اقول لكم ممكن يقعد اكتر من اسبوع في التلاجة. التركية بقى في البتنجان المخلل اللي هي الحشوة بتاعته. جبت هنا فلفل حامي، عايزة تحطي 3 عايزة تحطي 4 انتي وراحتك طبعا. والثوم المفروم جبت حوالي 3 معالق ثوم مفرومين كبار. التوابل اللي انا هحطها عبارة عن كمون وكزبرة ناشفة وملح فقط لا غير، مش هحط اي حاجة. ومش هحط شطة، لو حابة تحطي شطة مفيش مشكلة، بس هو اساسا الفلفل ده حامي جدا والثوم كمان فيه فلفل حامي فهتبقى حراقة جدا جدا الخلطة دي. فعايزة تحطي شطة انت حرة. انا حطيت هنا خل ولسه كمان هحط ليمون. انا هفضل بقى اقلب بالشكل ده لحد ما افك الثوم من التلج اللي فيه. وجبت 3 ليمونات هعصرهم واحطهم على الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. الليمون برضو من الحاجات اللي بتخلي يسرع التمليح بتاع البتنجان عشان يطلع مظبوط وطعمه حلو. الليمون طبعا عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك، بس مش اقل من 3 ليمونات. وكده بعد ما الخلطة خلصت هبدأ احشيه بالشكل ده. وانا هنا بدأت بالبتنجان اول حاجة قلت ايه عقبال ما اخلص الاكل يكون هو اتملح براحته في التلاجة. وده الشكل بعد ما خلصت الكمية كلها، وهغطيه وادخله التلاجة ويقعد ايه براحته. وهنا طبعا دي البواقي مطرح الخلطة بتاعت البتنجان، حشو البتنجان حطيت عليها شوية خل ونزلت اهو بالليمون علشان يتملح براحته ويبقى ايه مظبوط يعني في الطعم. هغطيه بالشكل ده وكده احنا خلصنا من اول حاجة. وهنيجي للخطوة اللي بعد كده. هجيب كوباية من الفريك، وطبعا الفريك سواء جايباه من عند العطار او مغلف لازم يتنقى، لان مهما غسلتيه او مهما كان من شركة او براند كويس لازم هتلاقي فيه حصو. فانا بحب انقي الفريك قبل ما اشتغل فيه. وجبت حلة على النار وهنزل بالزيت الكمية اللي انت عايزاها. وطبعا عايزة تحطي سمنة طبعا كل واحد وراحته، بس عشان الاكل كله هيبقى دسم. وجبت بصلاية كبيرة كده وضربتها في الخلاط وهقلب بالشكل ده.
وبعدين جبت معلقة كبيرة سكر، حطيت سكر علشان البصل يتكرمل ويطلع الفريك لونه بني حلو. ومتخافوش لانه هو السكر مش هيبقى واضح في الاكل، بالعكس هو بس هيديله لون، وطالما هو معاه المادة الدهنية ما تقلقوش من اي حاجة، ومش هيبقى مسكر ولا اي حاجة، بس هو هيبقى لونه بني. وافضل اشوح البصل بالشكل ده، ومش هخلي البصل لونه يغمق عشان ما يتحولش للي هو الفريك الصيادية، لا. ونزلت هنا بالكبد والقوانص. في ناس هتقولي القوانص الاول، مفيش اي مشكلة، بس ايه، طالما هي لسه هتتحط في الفراخ وهتتسلق فما تقلقوش من الخطوة دي. ونزلت بالكبد والقوانص بعد ما غسلتهم كويس جدا وصفيتهم. والتوابل عبارة عن كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وربع معلقة جنزبيل وملح. وطبعا الجنزبيل عطاء خلطة الفريك كان عطيها تيست عالي جدا وخلى طعمها لذيذ. وهقلب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هنزل بالمية المغلية زي ما انتوا شايفين كده، مش هكتر لان انا عايزة اسوي الفريك 3/4 تسوية، لانه هو هيكمل سواه لما يتحشى ويتحط في الفراخ والفراخ هتتسلق. وبعدين اغطي عليه بالشكل ده. هنفتح وهنحط التاتش بتاعنا. هحط نص معلقة من القرفة على الكبد والقوانص، هتخلي الفريك في حتة تانية خالص. هنا بعد ما غسلته وصفيته كويس جدا، لو عايزة تنقعيه عادي مفيش مشكلة زي البسمتي، ممكن يتنقع نص ساعة ساعة على حسب ما انت عايزة، يعني مفيش اي مشكلة بالنسبة للنقع. وكده بعد ما الشوربة بتاعته اتشربت، فانا مش عايزاه يستوي اكتر من كده، هو 3/4 تسوية. وجبت الفراخ بعد ما غسلتها وصفيتها كويس جدا، بشرت بصلتين كبار او ضربتهم في الكبة عادي يعني. وهنا هتبلها بالملح والفلفل الاسود بس، مش هحط حاجة كتير، هي دوبك الملح والفلفل الاسود. لما اتبلهم بالطريقة دي بيضيع الزفارة وبيخليها طعمها لذيذ جدا، بيخلي طعمها يعني فوق الروعة. وحقيقي بجد يعني لو هتجربي الطريقة دي من غير الليمون والخل وتنقعي الفراخ بالساعات، الطريقة دي بتضيع اي زفارة في الفرخ. وبعد كده نزلت بالفريك بعد ما سبته يبرد تماما عشان اقدر امسكه بايدي. هحشي كده البطن بتاعت الفرخة وافتح وانا بنضفها كنت فاتحة الجلد علشان ازيح الجلد من اللحم عشان اقدر احشي الفريك بيها الفريك. وهقفلها كده بخلة الاسنان من تحت زي ما انتوا شايفين كده، علشان برضو ساعة لما انزل الفرخة في الشوربة الفريك كله ما ينزلش وكده يبقى الخطة اللي انا عملتها باظت. وطبعا من ناحية الزور هحشي برضو شوية كده، وبخلة الاسنان هتساعدني. وبعد ما اخلص خالص، بعد ما اطلعها من الفرن، اشيل خلة الاسنان عشان شكلها ما يبقاش حلو يعني في التقديم وكده. ودي الفرخة التانية برضو انا حشيتها من تحت، وحاولت اقفلها كويس جدا من تحت علشان ما تتفتحش اثناء لما تتسلق. وجبت حلة على النار وحطيت فيها طماطمتين كبار وبصلاية ومعلقة كبيرة من الروزماري. الروزماري بيخلي الشوربة طعمها يجنن. وطبعا الملح خلي بالكم، لان انا حطيت ملح في التتبيله بتاعه البصل، فممكن ازود شويه صغيرين جدا عشان بس الشوربه ما تبقاش حادقه. وبعدين هجيب حله هنا على النار وهنزل بزيت الزيتون عشان هعمل اهم تركية في الموضوع كله، اللحمه المعصجه بتاعه الرقاق. عايزه تنزلي سمنه فلاحي، سمنه صعيدي، اي سمنه انت عايزاها، بس انا عاده بحب الاكل بتاعي بيبقى معمول بالزيت عشان يبقى خفيف على المعده، وخاصه يعني ان احنا كلنا عندنا مشاكل في المعده والجهاز الهضمي، ما علينا. بعدين انا جبت هنا كيلو من اللحمه المفرومه، لان الكميه اللي انا هعملها صينيه كبيره من الرقاق. والتوابل زي ما انتوا شايفين كده عبارة عن جنزبيل بودر، كزبرة ناشفة، وكمون، وبصل بودر، وتوم بودر، وكوبيبة صيني، وحبهان بودر،
وطبعا اهم شيء في الموضوع كله الفلفل الاسود اللي بيعلي التيست بتاع اللحمة المتعصجة. وهنا هنزل برشة جوز الطيب هتخليها في حتة ثانية خالص. وهنا نزلت بمعلقة توم مفروم، برضو التوم المفروم بيخلي طعمها لذيذ جدا. وهنا هبص على الفراخ، هي كده ما شاء الله استوت. اهم حاجة عشان تتأكدي ان الفراخ تمام استوت وان هي ما تطلعش نية من جوه ساعة التقديم او كده، تجسي الفراخ بشوكة من ناحية الصدر، لان الصدر اكتر منطقة يعني بتاخد سوا جامد في الفرخة. وهنا هفتح على اللحمة المتعصجة بعد ما الدم بتاعها نشف وبقت باللون ده، وهحاول كده بالمعلقة الخشب افك التكتلات بتاعتها بالطريقة دي. انا لسه هنا ما حطيتش اي اضافات. هنزل هنا بالفلفل الرومي والطماطم، لان الفلفل والطماطم بيخلوها لذيذة جدا وطعمها فوق الخيال. والتركاية بقى لو نص قرن فلفل حامي هتخليها طعمها يجنن. وهنيجي هنا بقى لأهم خطوة برضو، الرز بالشعرية. انا جبت زيت، عايزة تحطي سمنة، عايزة تحطي اي حاجة، كل واحد وراحته. ونزلت بالشعرية وهحمرها واخد بالي جدا لان الشعرية بتتلسع بسرعة جدا، فلو شلتي ايدك ممكن فجأة تلاقيها لونين، جزء محروق وجزء لونه فاتح. فدايما في تحمير الشعرية بالزيت تكون ايدك عليها. وجبت هنا كيلو رز غسلته كويس جدا وصفيته. والرز زي ما انتوا فاهمين الرز ما المصري ما بيتنقعش. وهقلب بالشكل ده. وبرضو في كل فيديو هقوله علشان لو حد ما يعرفش، بالنسبة للملح لو طبعا كلنا كستات بيوت عادي ممكن بنظبط الملح. طب البنات اللي هي لسه ما تعرفش، لكل كوباية رز عليها نص معلقة صغيرة ملح. يعني لو كيلو رز 4 كوبايات هيبقى معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة اللي هي بتاعت الشاي ملح. وبحط نص عشان الشعرية. وبعدين هنا نزلت بالمية يدوبك غطيت السطح بعقلة صباع. وحطيت هنا حبهان لان ما كانش عندي لورا. الحبهان برضو بيديها تيست عالي جدا وبيخلي طعمها لذيذ. وهملح هنا العصاج، هنظبط طبعا الطعم بتاعه. والعصاج او اللحمه المفرومه عاده ما بيتحطلهاش الملح في البدايه، بنخليها اخر خطوه. وكده يعتبر اوريدي اللحمه المفرومه خلاص خلصت. ونيجي على الخطوه اللي بعد كده. وبعدين هنيجي للخطوه اللي بعد كده. جبت معلقتين كبار صلصه وحطيت فلفل اسود وملح، وهخففها شويه بالميه السخنه وهدهن بيها الفراخ عشان تتحمر في الفرن. لان انا لو سبت الفراخ كده سبتها من غير ما ادهنها اي حاجة هتنشف وساعة الندغ هتبقى ناشفة جدا على السنين، واللون مش هيديها الحمار اللي احنا عايزينه. نيجي بقى لبطل الموضوع كله، الرقاق. طبعا بعد ما الشوربة خلصت هصفيها طبعا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وهنا بقى عادي ممكن تستخدمي السمنة اللي انت بتحبيها. انا حطيت معلقتين كبار من السمنة البلدي علشان هتخلي الرقاق طعمه جميل جدا جدا. والتركاية الخطيرة في الموضوع بقى، حطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وجبت اكبر صينية عندي بالشكل ده وهدهنها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهتبقى الارضية بتاعتها من تحت. طبعا الصينية علشان سخنة كنت انا سخنتها على النار، اول ما نزلت بالسمنة ساحت على طول. وهدهنها كويس جدا. وادي الشوربة، وجبت كيلو من الرقاق. وبعدين هكسره كده بشويش وبالمغرفة. هجيب حبة شوربة واسقي بيها بالشكل ده. انا مش هبوشه نهائي لان بقى التركاية الخطيرة اللي انا عايزاه يطلع مقربش من بره وطري وناعم من جوه. فعلا كان يجنن. فالطريقة دي لازم تعتمدوها ان انتي ما تبوشيش الرقاق، يدوبك
الشوربة حاجة بسيطة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. انا يدوبك بس من المغرفة من بره كده نزلت الشوربة، وبعدين هعمل نص الكمية من تحت، ولو لقيتي النص التاني كتير على الطبقة اللي فوق ممكن تسيبيها، يعني ما تكمليش الوش. وهرص طبعا الجوانب واملأ الفراغات بالشكل ده علشان اللحمة المفرومة لما اجي انزلها ما تلزقش في الحروف وتتلسع كده. بعد ما خلصت نص كيلو من الرقاق حطيته من تحت وسويته تمام وحسيت ان هو مستوي تماما، هنزل بقى باللحمة المفرومة اللي هي الكمية كلها يعني اللي انا عملتها، لان خلي بالكوا الصينية كبيرة جدا. تمام. وهنزل بالكيلو لحمة مفرومة، هسوي السطح كويس جدا وابعده عن الحروف علشان اللحمة المفرومة ما تتلسعش وتبوظ طعم الرقاق. وزي ما انتوا شايفين برضو يا دوبك خليت الرقاق يعني حاجة بسيطة يتبل، حاجة بسيطة من الشوربة، ما بلتهوش بل جامد بحيث ان هو لو اتهرق هتبقى مشكلة وهيبقى معجن وطعمه مش قد كده. دي الطريقة اللي انا بحب اعتمدها دايما في عمل الرقاق. وطبعا في الاخر خالص هتقطعيه بالسكينة بالشكل ده، الحجم طبعا اللي انت عايزاه. انا كده خلاص بعد ما خلصت تقطيع الصينية كلها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. وهنزل برضو معلقة كبيرة من السمنة كده بقى هيطلع زي ما انا قلت لكم. وبصوا بسم الله ما شاء الله، ريحته تجنن، من بره كريسبي ومقرمش ومن جوه طري، والطبقات بتاعته ما كانتش مليانه بحيث ان اللي ياكلها ما يقولش لا دي تحس ان انت بتاكلي عجينه. لا، كانت مظبوطه مع تتبيله اللحمه المفرومه والسمنه البلدي اللي اتحطت في الشوربه واتحطت من فوق الوش. وكده خلاص الفراخ خلصت، وده الشكل النهائي. عملنا النهاردة مع بعض الفراخ المحشية بالفريك وحمرناها في الفرن. عملنا مع بعض البتنجان المخلل، ده شكله بعد ما اتملح، بعد ما انا سبته لحد ما الاكل كله يستوي. وطبعا الملوخية الخضراء انا عملتها معاكم كذا مرة، فانا قلت عشان الفيديو ما يبقاش طويل وممل فاختصرت الوقت وعملتها ومرضيتش اصورها يعني. وده شكل رقاق بعد ما قطعته وطلع من الفرن، وشوربة لسان العصفور والرز بالشعرية. ودي كانت سفرتنا النهاردة. وعملت سلطة طحينة، ودي كانت سفرتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم زي ما حضراتكم شايفين كده. والله الفيديو كان 45 دقيقة، انما في الحقيقة طبعا قعدت بتاع ساعتين عشان اجهز الاكل ده كله. فانا قصيت من الفيديو وعملت مونتاج وسرعت حاجات علشان ما يبقاش طويل جدا على حضراتكم وما يبقاش ممل. وحاولت برضو عشان اقدر افيدكم وتستفادوا مني ان انا اقص واسرع من الفيديو. بالله عليكم بالله عليكم، انا القناة بتاعتي لسه صغيرة ونفسي ان هي تكبر، انا لسه ما حصلتش 1000 سبسكرايب. وطبعا بعد تعب التصوير وتعب المونتاج وتعب الابلود اجي ارفع ملاقيش فيو على الفيديوهات. انتوا مش متخيلين كمية الاحباط اللي بتجيلي. المهم اكتبولي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.